الجديدة اللي ظهرت خلال الأسبوع اللي فات والآت ديت بترجعنا تاني للنقطة صفر، إن هو ليه أي أهمية، لأن إذا كنا إحنا مش شايفين إن الشرطة بأكثر من 1,300,000 فرد ملهاش أي لازمة الآن، فإحنا مش محتاجين جهاز الأمن الوطني، أمن الدولة اللي بيخطط لتدمير الثورة داخليا، لأن هي دي اللي بتفرق وعمالة بتصنع في الناس اللي بتقتل الشعب الضباط دول. ولن نعود إلا إذا تحققت هذه المطالب أو نموت من دونها. ده قراركم؟ موضوع الاعتصام يعني ده في نية كبيرة جدا من أعضاء الحركة لموضوع الاعتصام في التحرير، مع إن تراثنا مع اللجان ما هوش ولا بد قوي، لكن مين عارف يمكن اللجان بعد الثورة تختلف. بنصاب النهارده الصبح حضرتك الساعة 9 الصبح بخرطوش مطاط، وقبليها بساعة كان طفل 13 سنة من كتر الجبروت بتاع الشرطة القنبلة المسيلة للدموع اتضربت في وش الولد، لدرجة اللي احنا شلناه عشان نسعفه عند الإسعاف، عقبال ما جبناه عند الإسعاف قالوا لنا مات. فقط للتوضيح، لم ترد إلينا نحن الجزيرة مباشر مصر حتى الآن أي أخبار عن وقوع قتلى بالأمس في ميدان التحرير أو اليوم. عناصر موجودة هنا بتحاول تثير الثوار تجاه الشرطة، ده غلط. احنا في الأول يعني ازاي عرفت ان هم بيثيروا حضرتك أنا كنت موجود في الجزء دوت، المفروض ان انا داخل أشوف فيه إيه، فوانا داخل جوه لقيت واحدة الحقوا يا شباب خشوا اجروا، دخلت ما لقيتش حاجة، يعني ما لقيتش ولا شرطة بتضرب ولا شرطة واقفة. كان عقيد في الجيش او مقدم في الجيش الله اعلم او في الشرطه بيتكلم مع المدير. اهلا بيك. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بحضرتك. موقف الحركه ايه من الاحداث اللي حصلت في التحرير؟ طبعا شيء مشين اللي حصل امبارح، ونفسي ارد بس على السيد اللواء مع احترامي الشديد ليه، متفقه معاك جمله واحده بس قالها، مصر ما تستاهلش مننا كده. مصر ما تستاهلش منهم هم كده. اولا العدد ال 700 800 بيقول عليه ده مش حقيقي. العدد في شارع محمد محمود بس كان 5000. ثانيا القنابل اللي عليها اللي استخدمت بس دي ما حصلش الكلام ده، حصل ان المتظاهرين ضربوا وقنابل خرطوش، وده يعني شهود عيان وفيديوهات وحاجات تؤكد كده. احنا ما زلنا في دوله بوليسيه، النظام ما اتغيرش والوحشيه والهمجيه لسه موجوده. عمر يا عفيفي دم الشرطه يا عمر يا عفيفي مش هيروح خطر.
اقسم برب الله، اقسم برب العزه، اقسم برب العزه يا عمر يا عبد البلد تدفع الثمن غالي. كل نقطه دم نزلت من عسكري الشرطه او الجيش هتدفع ثمنها غالي. اخواننا واهالينا هربوا وكانوا في الشوارع وقالوا الشرطه هي اللي ضربت. سميتكم هي دي الشرطه اللي كانت بتضرب ولا بتتضرب؟ شعب خايف، شعب واضح. اهالينا واخواتنا، ابن عمك وابن عمك وصاحبك وصاحبك، اهالينا. ابوه خلاه يروح الجيش عشان يلبس فيل ويشيل السلاح ويحمينا، وانت يا عمر يا عفيفي دخلت البطاريه عليهم عشان يقتلوهم، صح؟ هتدفع الثمن يا عمر عفيفي، وهلا سرحان هتدفع الثمن، كل خايف متوتر على البلد هيدفع الثمن. نقسم بعزة وبلاد رجاله تدفع الثمن، دم الشرطه بينادينا كل يوم. زي الوقايين من خيوط عنكبوت، من غربة للتانية ومن موت لموت. زي الوقايين من خيوط عنكبوت، في كل خطوة قدر ورعب وخطر، في كل خطوة قدر ورعب وخطر. وقدر محضر لينا غفرة وتابوت، وقدر محضر لينا غفرة وتابوت. كانت بلدنا. قول يا حسن. عمر يا عفيفي، الله كتابه في اخي يا عمر يا عفيفي. انت عار على الشرطه وعار على شعب مصر كله. والله يا عمر لا نذبحك بالوريد بالوريد، انت والحيوانات بتوعك، لا بالتحليل دول هنذبحك، وبعد كده مش هيكون في تحليل. صبر جميل، ان الله مع الصابرين. قال احنا ربنا يكرمنا ان شاء الله ونخف ونرجع شغلنا تاني في بلدنا، مش شويه خونه وعملاء ومرتزقه هم اللي هيحاولوا من البلد. مهما يكون الثمن حتى لو هنموت لازم نرجع تاني للنظام الداخليه ونقبل نفسنا. البلد هي اللي لبستنا الميل واللي ودونا السلاح من ضرايبنا. ابوك وامك واختك هم اللي دفعوا حقهم الثقيله دي. السلام ورحمه الله وبركاته. وبيشتغل علينا موضوع، انا واحد من الناس بيشتغل علينا موضوع. طالب الحماية الجيش؟ اكيد طبعا طالب الحماية الجيش. الجيش والشرطه مع بعض مش الجيش لوحده. يعني يا ريت الشرطه ترجع زي الاول واحسن من الاول ان شاء الله. باذن الله ترجع احسن من الاول. احنا اولاد البلد. احنا اولاد البلد. احنا اولاد البلد ان شاء الله. السبب الشباب الاخ العظيم كل سبب عشان ايه مظاهرات مش بس مش مظاهرات دي فتوات. كنا في ميدان التحرير ضربوا علينا بالطوب ومعاهم مطاوي وسنجة وبنزيم وضربوا علينا وانقذنا صاحبنا وخد طوبة هنا هو في رقبتي تعبان. دول شوية بلطجية بس، انما الاهالي الناس الكويسة كانت جاية معانا احنا ما رمناش عليهم ورم وهم ابتدوا اللون. احنا من اول ما نزلنا قالوا سلمية وقفنا، كانوا هم يشتغلوا يرموا علينا بالطوب ياما موتوا 3/4 العساكر اللي كانت واقفة وبدون اي سبب. راح عدفنا علينا جزايز وطوب والصبت بجزازة في الركبة بتاعت ركبتي. المطوف جنبي وقال لي تمشي قدامي وضربوا بايدي من ورا. نادى على واحد قال له هنجيب ده، خطفينه وسط الظباط. كانت في عربيه مولعه قال له انا ما قلت خالص، وعاطيني يحدفوني في عربيه النار. لولا زمايلي هم اللي شالوا، ضربوا خرطوش وضربوا غازات، هم اللي لحقوني. واقف كده بالدرع والخاص بصيت لقوا على البنزين، بصيت لقيته شبط في جسمي كله وطلعت اولي بس جسمي اتهرى ال 62 المجند فيهم 3 ضباط. جميع الحالات خرجت بشفاء تام الحمد لله رب العالمين ما عدا 4 حالات. 2 مجندين اشتباه ما بعد الارتجاج، ومجند جاي بحرق 10%،
وعندنا طالب مدني عنده 19 سنه ده جاي باشتباه طلق ناري في دراعه. لكن برضو الغريب المره دي ان احنا تعرضنا للبلطجه احنا كمان. يعني الساعه 4:30 تم الهجوم على المستشفى من حوالي 400 فرد 500 فرد جايين من اتجاه ميدان التحرير. ورا المجندين كان في اللحظه دي حوالي 26 مجند تحت الملاحظه، فجم يطردوهم جوه المستشفى وحاولوا يعتدوا على الاطباء والتمريض وكده. لكن احنا ليه المتظاهرين توجهوا؟ يعني عادة لما بننزل التحرير بنقعد في التحرير، ليه تم اختيار التوجه الى وزارة الداخلية امبارح؟ طبعا احتجاجا على تأجيل محاكمة العدلي. اهالي الشهداء طبعا يعني متضايقين ومتضررين من تأجيل القاتل اللي قتل اولادهم، فده نوع من الاحتجاج. طب ما هو المحاكمة دي مش مسؤول، المحاكمة دي مش مسؤولة عن الداخلية، المحاكمة دي مسؤول عليها وزارة العدل. ده تعبير عن احتجاجهم ورفضهم لتأجيل في تجمع من العشرات او يعني يكاد يكون مئات 200 او 150 في الحدود دي، بدأ ان هم يقربوا من الوزارة بيحدثوا طوب على الكردون الامني الموجود من الامن المركزي في بعض الاسواق. عايز اسالك ازاي نعرف مين البلطجيه؟ يعني اتقبض على 40 واحد امبارح. ايوه. مين بقى اللي قال ان دول مش الثوار؟ في قنابل بلوتوث؟ كان في قنابل بلوتوث. مين اللي كان وانا لو بتضرب عليا خرطوش انا هضرب بلوتوث على اللي قدامي. سام في المجتمع يا استاذ جورج طبعا يعني طبعا. الناس دلوقتي وصلت انها شايفه ان الثوره دي ضرتها. يعني يا استاذ جورج ما ينفعش قسمنا الكلام ده، يا ما استاذ جورج تتكلمش عن الناس كده. طيب انا يا استاذ جورج اتحمل مسؤوليه اللي انا بقوله يا استاذ جورج. احنا يعني قسمنا المجتمع، بتلعب ده جزء لكن كلنا شركاء في الجريمه. كلنا شركاء. طيب المنظر اللي احنا شفناه ده يا استاذ جورج ده وطن هذا لا يعني اطلاقا صحبة الناس. ارجوك كلنا شركاء في الاسم. احنا كلنا شركاء في الاسم. استاذ ايمن